السلام عليكم. أستاذة زين بخير مرحبا بها الضوضاء. نشكرك الأخت سكينة على هذا الوقت ديالك، لأنك كتجي توافقي هذا الميل ديال عصام كشاف. نظرا لأنه زميلك في المهنة، لأنك كنت صحفي وهو صحفي مراسل صحفي. الحمد لله، هنيئا للقضاء المغربي، هنيئا للعدالة المغربية، هنيئا للشاب القاضي اللي هو اللي أدى الأمانة ديالو كما هي. كنشكرو من هذا المنبر الأستاذ بولطيف، لأنه اليوم حنا خرجنا بواحد كامل ترياحية. هذا زميل ديال الأستاذ ديال عصام كشاف اليوم اللي تناول فيه مناقشة ما يدل على نزاهة القضاء، لأنه كانوا 3 ملفات فقط، ودار جلسة خاصة فيما يتعلق بالاستنطاق ديال كشاف عصام. الحمد لله ما بقاش خلالنا القاضي فين نعطيو الأسئلة، لأن جميع الأسئلة عطاها لي القضاء النزيه، لان ما بقاش خلينا. كنشكرو من هذا المنبر، لان كمحامين كان خاصنا، كان القاضي هذا ما خلاشني كنشكرو وكنعاود نشكرو. هنيئا له والمصداقيه ديالو، لانه بان لينا بانه غيطبق العداله وغيتحقق العداله في هذا الملف، لان كيسول واحد الدقه فيما يتعلق فيما يتعلق بهذا. علاش هاد الاوديوات، علاش هذا من العلاقه؟ لان حنا الحمد لله ما كنشكرو بزاف من هذا المنبر، وكنتمناو كامل باش ترقى في المهنه ديالو، لانه فعلا تيستحق هذه المهنه ديال القضاء اللي خاصها تطبق فيها العداله. وحنا خارجين مرتاحين. اي حكم تتلقى من طرف هذا الشاب النزيه هذا الاستاذ بوطليف غنتقبلو بتساؤل، لان تحققت العداله فيما يخص عصام كشاف. وتاخرت الجلسه ان شاء الله 25 شهر 1 ان شاء الله، وعلاش غتكون الدفاع ان المناقشه كلها سالات، كل عطى الحق لكل من المحامي، عطانا كل واحد من الدفاع حق الكلمه وحق القاء الاسئله على احسن ما يرام. كانت جلسه واحد الترياحيه، لاننا حنا متوقعين من هذا القاضي انه بغى يوصل للحقيقه، بغى يوصل لتحقيق العداله، لانه باغي أدي المهام ديالو على أحسن يرام، وذلك تعهدا للقصد الذي أداه. وحنا مرتاحين ليه، وكنشكروه مرة أخرى القضاء المغربي وهذا الشباب الناشئ المغربي. القضاء المغربي وقعت في تحولات، لأنه ولاو قضاة نزهاء لدرجة أنهم بغيو يحققوا العدالة، بأنهم بغيو يحققوا مثقفين من جميع النواحي. حتى الثقافة كتنفع في هذا الميدان، لأنه هو شاب مثقف، لأن عارف الميدان القانوني أكثر ما لمسناه في الجلسة ديال عصام كشاف منذ البداية إلى يومنا هذا. وغتقنن المرافعة إن شاء الله نهار 25 في الشهر. إذن حنا متفائلين بزاف، وشكرا.